أنت بتاخد القرار ده عشان مصلحة الشركة والفريق والّا عشان مصلحتك أنت المستخبية؟ تضارب المصالح ما بيبدأش بفساد كبير، غالبًا بيبدأ بحاجة بسيطة جدًا، علاقة شخصية، مجاملة، مصلحة صغيرة. تضارب المصالح هو الاختبار الحقيقي للأمانة، لما تلاقي نفسك في موضع قرار وفي خيط رفيع بيربط بين مصلحة الشغل وبين منفعة شخصية ليك أو لحد تبعك، هنا هيبدأ صراع الضمير. مدير بيختار مورد لأنه صديقه، موظف بيرشح شخص قريب ليه في الوظيفة، قرار بيتاخد شكله منطقي لكن الحقيقة في طرف مستفيد أكتر من اللازم، والأسوأ إن ممكن يكون في وراها عمولة أو نسبة. تضارب المصالح أخطر من الفساد، لأن الفساد واضح، لكن تضارب المصالح بيظهر وكأنه قرار طبيعي. القرار اللي وراه غرض شخصي مستخبي هو خيانة للأمانة. ربنا بيقول في القرآن الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. المنصب أمانة والقرار أمانة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. الغلول هو الخيانة أو السرقة المستترة. الوعي إنك تعرف إن مكانك أمانة مش مغنم شخصي. الوعي المهني الحقيقي هو الشفافية المطلقة. لو حسيت إن في تضارب مصالح انسحب من القرار أو اعلن عنه بوضوح للإدارة. نظافة الإيد في التعامل مع موارد الشركة هي اللي بتبني اسمك وبتخلي لقمة عيشك حلال صافي ملوش تمن. المرة الجاية وأنت بتمضي على قرار أو بتختار حد لشغلانة، اسأل نفسك بصدق: لو مصلحتي الشخصية مش موجودة كنت هاخد نفس القرار؟ لو الإجابة لأ، يبقى تراجع فيه فورًا. المنصب قوة، لكن الأمانة أكبر. الأمانة هي اللي بتبني البراند الشخصي الحقيقي. أنا محمد أبو حميد. الوعي مش بيزنس، الوعي مسؤولية.